في حادثة طريفة بالمغرب أثار ظهور مشروب كحولي يحمل اسم الوزانية استياء عارما في أوساط من يسمون الشرفاء الوزانيين بالمغرب، حيث اعتبروا الأمر إساءة مباشرة لرمزيتهم الروحية ومكانتهم التاريخية، كما اعتبروا أن الترويج لخمر يحمل اسم زاويتهم هو مساس برمزيتهم ومرجعيتهم الدينية التي شكلت على مر العصور أحد أعمدة التصوف المغربي. وقد تم بهذا الصدد توجيه رسالة احتجاجية رسمية إلى الديوان الملكي ووزارات الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والصناعة والتجارة، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة، مطالبين فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه باستغلال مسيء لهويتهم ومرجعيتهم الدينية. غير أن المثير للاستغراب أن البيان احتج فقط على أن تحمل القارورة لقب الزاوية التي ينتمي إليها محرروه، دون ما أدنى إنكار على من يروج لأم الخبائث سواء في مدينة وزانة أو غيرها. لذلك فليعلم من يسمون أنفسهم بالشرفاء أنه كان من الأجدر أن يستغلوا حميتهم وبيانهم في التشديد على حرمة الخمور مهما كانت تسميتها، والتنديد بالخراب الذي تسببه داخل الأسر وعلى الطرقات وما إلى ذلك من دمار نفسي ومادي في المجتمع.